في أحد يسأل قبل شيء يقول لي كيف نفك السحر؟ فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. لذلك احنا نستعين بالله سبحانه وتعالى، ما في داعي نروح للعراف ولا الدراف نقول فك سحرنا، نمسك بالآية هذه. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله هناك، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. اقرؤوها بكثرة في بيوتكم على الماء واشربوه، على الزيت وادهنوا فيه، على العسل واشربوه، جعل في مواطيه العافية. أنت إيش اسمك قلتي آية؟ أيوة يا شيخ. يلا يا أولا جزاك الله عنا كل خير. يا شيخ احنا أمورنا متعطلة كلها في البيت يعني، وخاصة أنا وأخويا يعني ما فيش حاجة في كل حاجة يعني الحمد لله. الأحلام يعني من فترة يعني من عمري وأنا 12 سنة يعني لغاية ما أنا اتخرجت من الجامعة، أحلامي كلها عبارة عن تعابين وعقارب وحلم السقوط من الأماكن العالية أنت من وين تكلمين يا نسيم؟ أنا من مصر. من مصر؟ من الصعيد. أي ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يحميكم. احنا تكلمنا عن هذا الموضوع عشان ما تتعبين فيه، احنا تكلمنا عن هذا الموضوع اللي هو اللي والله انا مثلا ما توفقت في شيء واشوف اني اسقط من عالي واشوف عقارب حيات ديدان ثعالب قطط وحوش تلاحقني. هذا يدل على الانسان عنده ربما يكون عندهم تابعه او لا سمح الله عين او حسد موروث من الآباء والأمهات وتوارثوه ولا زال موجود في الأبناء يعطل. وأحيانا ما يكون فيه لا سحر ولا حسد ولا عين، إنما في بعد عن الله. أحيانا يكون في بعد عن الله، يكون الشخص بعيد عن الله، لكن لما يكون هو طفل ويكبر ويكبر وتكبر مع المشاكل كلها ذي وهو يصلي ويعبد الله ودائما وإنسان مستقيم وما عنده أي مشكلة، ربما يكون في التابعة اللي هي من الشياطين تتبع الإنسان في كل مكان، يعني تتبعه خاصة في أرحام النساء والأطفال، بعض الأطفال فتسقط الأجنة وتأخر نمو الأطفال وتسوي لهم عفنة في البطون تمرضهم. فإذا أنت بهذا الحال أنت تشوفين والله تعسرت أمورك أو ما استقرت أو أنت والأخ كذلك، خلاص تسوين اللي احنا ذكرناه إذا كنت متابع لنا. أنا يا شيخ حضرتك أنا اتبعت الرقية، يعني ظهر لي فيديو لحضرتك فجأة كده سبحان الله، واتبعت الرقية لمدة يعني من شهرين وطلع من يعني وخرجت من بطني حاجات كده زي الأكياس وفيها أجزاء محترقة. طيب تمام، نعمة هذه من الله الحمد لله. مشاكل دايما في البيت مش بتخلص. عندنا حشرات صراصير دي في المطبخ، عملنا المستحيل عشان شوفي الأماكن. أنا باخذ أعطيك على طول. شوفي الأماكن اللي تخرج منها الصراصير أو الحشرات أو الروائح أو الديدان أو الشيء اللي يكسر في المنزل، المكان تحديدا حطوا عليه دائرة ويعرفوا هذا المكان وتأكدوا أن هذا المكان فيه ربما يكون فيه أذى، ابطلوه بالبحث عنه. هو عامة في المطبخ يعني عملنا المستحيل عشان تطلع ما فيش. وشيتوا عليها بالماء اللي عليها رقية ولا لا؟ أنا عملت من يومين ماء برقية بس هو خف شوية يعني الحمد لله. لا أول شيء حرجي على هذا المكان، أحد منكم أنت أو أحد من الشباب يحرج. بس الرقية يا شيخ أنا هي فترة يعني بقرأها يوم و10 لا يعني ما مش الجسم تعبان يعني أجسامنا كلها مو لازم تقرأينها يوميا، مو لازم تقرأينها يوميا، اقرأيها مرة واحدة على دبة موية وبعدين كل ما نقصت الموية زودوا عليها واستمروا بشرب الماء والاغتسال فيه ورش الأماكن اللي فيها الحشرات اللي تظهر. طب يعني أخويا برضو أموره متعطلة، متخرج من الجامعة من 2012، كل حاجة متعطلة، لا جواز ولا تعليم والبيت يعني مش طبيعي معانا. لازم يطبق الرقية يا نسيم، لازم يطبق الرقية اللي احنا قلنا عليها من كتاب الله، وخاصة الدعاء والاستغفار والحسبنة والتوكل على كلمة التوحيد وقراءة سورة الفاتحة وقراءة سورة الزلزلة. دائما سورة الفاتحة والزلزلة على كاس موية وينفث فيه ويشربه خاصة قبل النوم وتستمرون فيه، والاستغفار حتى تفرج أموركم بإذن الله سبحانه وتعالى مهما بلغت. أنا بحلم برضو إني كنت يعني كان بيتكرر عندي الحلم إن السيراميك بتاع البيت متكسر يعني وبزعل، وبحلم برضو بالهدهد بشوفه كذا مرة في منامي وبيظهر لي يعني في السطح برضو. طيب الأماكن اللي شفتي اللي شفتي المنام. نعم. وحلمت من فترة يعني بعد الرقية إن زي في أماكن أثرية وفي مكان أثري يعني وهدموه واتهدم كله وبيبنوا عليه مباني مدرسة يعني وكده ومباني عادية.
بيتكم وبعد بريف؟ الرقية يعني حلمت لحظه يا بنت الحلال، لا يا آية ركزي معي. طيب انت قلتي 600 حلم ورا بعض، ما عاد ادري وين الاول من الثاني، ضيعتي مخي. ما الأحلام دي بتتكرر معايا كتير يعني. انا لو اني انا متعشي فطير ومشلتف ما استطعت اركز معك. ركزي اسمعيني. ماشي حاضر. اللهم صل وسلم على رسول الله. والله العظيم ضعت، ما ادري كنت بقول شيء وضيعت. المنام اللي قلتيه الهدهد ولا تصدع البلاط اللي ذكرتيه، شوفي تاكدي البيت الاماكن اللي شفتيها بالمنام يحدث فيها ما يحدث، رشوا عليها بالماء اللي عليه رقيه، اللي عليه رقيه. الشيء الثاني انت قلتي البطن، قلتي وش عندك بالبطن قلتي؟ بطني دايما بتألمني أنا، وصداع وضيق في النفس دايم. ولو طلعت مناسبة يعني الوش معاي بيتغير في البيت، بيلاحظوني يعني. ما تطلعيش. أنا مش بطلع في البيت. اقعدي في البيت، اقعدي. ما أنا تعقدت من كتر إن أنا مش عارفة أعمل إيه. لا اطلعي وتوكلي على هي الله خالص وانت طالعه من يعني. لو طلعت مناسبة بالذات فرح وكده انت مش يعني حتسيبيني اتكلم ولا ايه؟ خلاص سيبيني اتكلم يا حرمه. شوفي شوفي اذا جيتي تطلعين من البيت قولي وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله. من طريق روحي في كل مكان، لا تخافين الا من الله. الشيء الثاني مشاكل الباطنيه عندك انت واخوك، جيبوا عسل البرسيم، عندكم عسل البرسيم كثير جدا. انا كنت بسال وضيعتي مخي. انتم بيتكم بريف، بمنطقه ريفيه؟ ايوه فعلا. المكان اللي انتم فيه عليه صك شرعي يعني مكتوب باسمكم باوراق قديمه ولا لا؟ ايوه. ولا مكان انتم اخذتوه كذا حته بالداريه؟ هو كان زراعة مكان الجدود. في مقابر عندكم انتم او مدفن خاص عندكم في المنزل او حوله؟ لا. متاكد انه ما في مدفن بالبيت؟ مدفن ما اعرفش والله، بس هو كذا حد جاي من الرقاة يعني. كم انا بسمع امك الحين بتقول فيه ايه بتقول ايه؟ في ناس بتقول انك في رصد يعني، مش عارفين إيه. الرصد هذا ما يجي الا اذا كان في مدفن. الله اعلم، مش عارف. شوفوا اذا كان عندكم انتم البيت فيه مدفن، مقابر، او انتم ساكنين بمقابر او في مكان، هذا ما راح ترتاحون ابدا حتى تطلعون من البيت. فاذا كان في رصد في البيت، خليني اسالك سؤال اخير، في ثعبان اسود دائما عندكم حولكم في المزرعه او في الحتت اللي حولكم ولا ما فيش؟ في. بتشوفوه؟ ورانا جنب البيت؟ دائما تروحون تشوفون الثعبان هذا الاسود يروح ويرجع؟ هو بيظهر بس مش على طول، بيختفي. المكان اللي انتم فيه مو طيب، المكان اللي انتم فيه ما هو بجيد، لابد ان في اذى في هذا المكان. وش تقول الوالده؟ هي بتقول كلام حلو قوي. السلام عليكم يا مولانا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ست الكل. الله يخليك يا مولا. تفضلي. انت كنت بتقولي ايه؟ بقول لك البيت اراضي زراعيه. اراضي زراعيه، والتعبان الاسود ده بيتداري في ايه؟ بيتدارى من شرقينا. من شرقي البيت؟ بيظهر وبيغيب ولا بيظهر دايم وما بيغيبش؟ لا بيظهر ويغيب. يظهر ويغيب. قتلتوا تعبان يوم من الايام؟ قتلتوا تعبان اسود ولا ما قتلتوش؟ لا قتلنا مرتين ثلاثه. وبيظهر برضه بيطلع واحد ثاني؟ ايوه. كذا شيخ يجي في البيت يقول البيت ده فيه اثار، يقول في رصد؟ في رصد وفي اذى. اي انا قايل لك انه البيت طالما انه كلكم متاذين وفي ثعبان اسود دائما بيتردد عندكم في البيت، معناته انه البيت هذا فيه اذى. اذا انتم تستطيعون تطلعون في حته افضل من الحته هذه اطلعوا. ما متعبنا العيال من الجواز لنا 12 سنه، العيال مش قادرين يتجوزوهم. والبنت العرسان تاجي وترجع. سووا لكم بيت في مكان ثاني في غير هذا المكان، بيت جديد ونظيف ومرتب، حتى لو كان يعني ببنايه عاديه يعني، واطلعوا روحوا في المنزل الاخر غير هذا المنزل. ربنا يفرجها مولانا، يفرجها علينا ربنا والصحه. شوفي شفتي الحته بتاعتكم دي اللي انتم عايزين تبيعوها على صاحبكم، بيعوا الحته، بيعوا حته وابنوا فيها حته ثانيه. يا مسهل ربنا يفرجها ان شاء الله. ايوه انتم شوفي انا بقول لكم شيء، انتم خاصه في منطقتكم
في منطقة الصعيد في مصر والمناطق الريفية المزارع يعني، لابد أن عندكم قطعة أرض ما تحتاجونها، يعني ما تحتاجونها كثير، خلونا نبيع حتة ونسوي فيها حتة ثانية، يعني تبيعون القطعة هذه وبفلوسها نسوي لكم بيت ثاني جديد غير هذا البيت اللي انتم فيه. يعني ما فيش حل غير كده يا مولانا؟ ايوه، لانه الثعبان هذا دائما يتكرر، ثعبان اسود في نفس المكان والعيال كلهم تعبانين والبيت فيه مشكله دائما، ومهما سويتوا الا المشاكل موجوده. هذا دليل على ان البيت ربما يكون في مكان غير طيب، يعني المكان هذا غير طيب، يكون مسكن للشياطين او يكون مبني على مقابر او تكون الارض مغتصبه وفيها تحتها لا سمح الله يعني قبر قديم او قتل قديم جدا في هذا المكان، او طفل مدفون. ترى احيانا تحدث في بعض البيوت، او ابار مبني على بئر، والبئر هذه فيها سكن من الشياطين اللي ما بتسموش. هي اذى، في اذى بيقولون حوالين البيت كله في اذى مرشوش اذى، يعني كذا شيخ. طيب اذا كان في اكثر من شيخ جوكم وقال لكم هذا الكلام، حاولوا تطلعون يا شو اسم الولد، يا ام آية، طلعوا يا ام آية. محمود. ام محمود، ربنا يبارك في محمود واخواته. يخليك. محمود ده تعبان هو وولده والله يا مولانا، والاطفال بيقتلوا في بعض على طول، مش حاملين المشاكل في البيت والله، وربنا يعلم بحالنا. ادعينا ادعينا، اطلب الرجع منك. عجبتني الكلمه هذه، وبيتقتلوا على طول، وعاد ما شاء الله نشيطين عندكم ما شاء الله الصعايده، اذا طاقوا صح يفرشون بعض فرش سنه بساعه. ايوه الطاقه بتاعت العيال واصل، ما حاملينش بعض والله يا مولانا. الله يصلح حالهم يا رب، الله يصلح حالهم. ادعينا، ايوه ادعينا بالهدوء والرضا يا رب، الله يصلح حالكم، الله يصلح حالكم. الفرج الله يخليك. ابشري. هي حضرة الرسول، هي حضرة الرسول بتدعي عند حضرة النبي بفك عنينا من الضيقة اللي احنا فيها. الله يفرج همكم. تدرين يا ام محمود ان الله سبحانه وتعالى الان وانا وانت نتكلم هالحين قاعد يسمعنا وقاعد يرانا، لذلك انت لا تقولي لي يا فهد القرني ادعوا لي، انت ارفعي يديك الحين قولي يا رب، يا رب بك استجير وبك استغيث، يا رب نجني من هذا المكان اللي انا فيه، وعجل لي بالرزق، افتح لي بركات السماء والارض، اصلح لي ذريتي، اطلبي الله انت بنفسك، ما يحتاج اني اكون وسيط. انا لقينا مولانا سحر، احنا خشم الباب. انا قايل لك انه طالع من البيت فيه سحر وفيه اذى وعليه رصد من الشياطين وفيه التعبان الاسود ده اللي ما بيتسماش. اطلعوا من البيت، اطلعوا من الحته دي. بنلقينا كتب كثيره كذا مره تتكرر علينا، عليها صلبان وعليها حاجات وحشه. اي خلاص، حاولوا تبطلونها اول باول وتبحثون في الاماكن اللي شافت البنت فيها تصدعات فيها شقاقات، ودائما برا البيت المكان اللي فيه ثعبان او حيه او عقرب او حشرات تخرج بكثره من هذا المكان، ابحثوا في هذا المكان، اذا وجدتوا شيء سموا بالرحمن وتخلصوا منه، بعدين جيبوا كميه ماء اقرأوا عليها آية الكرسي وتحصنوا ورشوا البيت من الخارج ومن الداخل، واكثروا من كلمة التوحيد في منزلكم إذا ما تستطيعون. الله يخليك يا مولانا، البت يجيها العرسان وترجع من برا يخرب بيتهم، ما بيشوفوش، هم عمي. الحمد لله الحمد لله. كم عمر البنت؟ ها؟ كم عمر البنت؟ 25. 35 ولا 25؟ البنت 25 والولد 35. الواد 35 ومتجوز ولا مش متجوز؟ لما متجوزش، معطله كل حاجه، ولا وظيفه ولا تعيين ولا جواز خلاص راح كذا واحده ما فيش. طبقوا اللي قلنا عليه، اكثروا دائما بالاستغفار بكلمه التوحيد وبالدعاء الى الله سبحانه وتعالى، واذا استطعتوا يا ام محمود انكم تطلعوا من البيت اطلعوا من البيت، اذا ما تستطيعون عاد امر الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء. حاولوا انكم ابو محمود وين؟ برا في الشارع والله. لا حي يعني يا رب يرضاك بالجنه، يا رب يرضاك بالجنه. انا عارف انه بر، اقصد هو عايش ولا متوفي؟ لا حي ان شاء الله، حي ما شاء الله ونشيط قوي الحمد لله. خليه يرش، خلي ابو محمود يطلع يرش البيت من برا، ياخذ مويه ويطلع يرش ويقتل في التعابين دي. خليه يقتل في التعابين. قتلناه اسبوع اللي عدى دي كتلين الصعبان. الله يكرمك يا ام محمود، والله العظيم انا انبسطت بالسوالف معكم. الله يخليك، شكرا شكرا، نفسنا نسمع صوتك والله، نفسنا والحمد لله. هديك سمعتيه. الله يخليك الله يخليك، والله زادني شرف وزادني بركه. الله يكرمك. الحمد لله الله يكرمك. الحمد لله الحمد لله. الله يخليك وطولنا في عمرك.
وعمرك ان شاء الله يا رب. بعمرك اللي